السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. النهارده اللقاء المرتقب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد من أكبر فرق القارة. الاتنين مشوارهم كان حلو جدا. اللقاء هيبقى صعب. النهارده هطرح مع حضراتكم أو أقول لكم على عدد المرات اللي اتقابلوا فيها وعدد المواجهات وكانت لمين الأكثر حسما يعني. الأهلي والوداد اتقابلوا 11 مرة 11 مرة غير النهارده. ال 11 مرة وفاز فيها الأهلي 4 والوداد 3 وتعادل 4. فكده الأحقية أو الأسبقية والأفضلية للأهلي. الأداء النهاردة مميز. الأهلي فريق قوي الفترة ديت وعلى أرضنا، وإن شاء الله يعمل ماتش كويس جدا. كولر ماشي بأداء كويس، اللعيبة، تشكيل الفريق. طبعا تحية للشناوي يرجع من الإصابة أو أيا كان إيه الموضوع. وتحيه وكل التقدير لمصطفى شوبير، وحاطين الامل عليك. انت جون كويس جدا وشاب يعني. انت بخصوص مصطفى شوبير يا جماعه، انا عايز اقول لكم معلومه ان مصطفى شوبير لو اثبت نفسه ويمكن ماتش النهارده يكون مولده، احنا هيبقى عندنا في الاهلي حارس مرمى لمده 15 سنه. حارس مرمى كويس لمده 15 سنه، ونجيب واحد كويس معاه بعد الشناوي ما يعتزل. هيبقى عندنا حارس مرمى لمده 15 سنه. انت فاهم يعني ايه فريق يبقى عنده حارس مرمى كويس لمده 15 سنه؟ دي حاجه فعلا هتبقى مميزه جدا. فدلوقتي الافضليه للاهلي على الوداد. لكن عايز اقول لكم حاجه. في النهايات المرتين اللي اتقابلوا فيها في النهايات، الوداد خد البطوله على حساب الاهلي مرتين بسبب النهايات. يعني الوداد حصل على 3 بطولات، 3 بطولات افريقيه لدوري ابطال، 2 منهم على حساب الاهلي. انا هزعل قوي النهارده لما تكون الثالثه. ده ثالث لقاء في النهائي. لو الوداد خدوه يبقى هو محظوظ، هو بيحسم النهائيات، وهيبقى ثالث بطوله على حساب الاهلي في النهائيات. ده نقطه مهمه. النقطه الثانيه، هو هيبقى حاصل على 4 بطولات افريقيا، منهم 3 على حساب الاهلي، هم ال3 بتوع النهائيات. فتخيل نادي 4 بطولات، 3 منهم على حساب نادي واحد. موضوع سيء قوي لو حصل. انا هزعل جدا كاهلاوي، وكل جماهير الاهلي هتزعل. فاحنا ما نحبش الموضوع ده يحصل. ان شاء الله نحسمها من القاهره. انا بتوقع ان شاء الله يعني 3-0. الاداء يكون مميز. عوده الجمهور بالساعه الكامله دي حاجه ممتازه، ويحسب للاهلي للمره الثالثه عوده الجمهور في الاستاد. اتمنى يكون الجمهور يليق بالمباراه، يليق بحماس اللعيبه، يشد من ازر اللعيبه، يكون ند قوي لفرقه الوداد. ده الجمهور، لان هو رقم 1. بتوقع ان شاء الله 3-0. بتوقع ان شاء الله يا رب ال11 البطوله ال11 في الجزيره، ويبقى انجاز جامد للخطيب بكل انجازاته. في 6 سنين عامل حاجات كتير جدا. فتحيه للخطيب، تحيه للاهلي، ونتمنى بطوله افريقيا في الجزيره. السلام عليكم.